أهلا بكم أصدقائي المشاهدين هنا ومن قلب قرية الحوتة، ننقل لكم مباراة من العيار الثقيل جدا ومفاجأة من كبرى مفاجآت الأرياف هنا في محافظة البحيرة. فريق من إفريقيا يريد أن يلاعب الفلاحين هنا في قرية الحوتة، ومقدمي الحفل على ظهر الحمار وليس منصة إعلامية كما يفعل الجميع. هنا التقنيات الحديثة ومحمد صلاح يحيي لكم الحفل. ما تضربش الحمار يالا. وآدي أتوبيس اللعيبة وصل، وفيه فريق الفلاحين الطيبين وفريق أفريقيا اللي جاي يصول ويقول في هنا في وسط الغيطان: هل تكون الغلبة للفلاح أم للأفريقي الشرس؟ وهنا الإخراج العالمي من جمال ابن الدلنجات، وبيساعده طبعا دابو صاحب الكاميرا الجميلة علشان يمتع أحبابه. إخراج عالمي لن تجدوه سوى في دوري أبطال الفلاحين. وبداية اللقاء واستعراض من بداية اللقاء. ويا سلام الحاج أبو هدى، يا عيني عليك وتسلم رجليك، ولف بيه واحدة يا عيني يا عيني على الإبداع، ويا عيني واحدة نزلت في قلب الزريبة. كرة تانية يا عيني على الكسرة. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام على الإبداع. والنهاردة الشغل عالمي مفيش كلام. يا عيني يا عيني يا عيني. وادي كرة الناحية التانية، وادي ممكن نشوف أول أهداف. مش ممكن. أول الأهداف كادت أن تأتي للفلاحين. وادي واحدة تانية جول. مش ممكن اللي بيحصل ده يا جدعان. فرصة خطرة كادت أن تسجل أول الأهداف، والفرصة التانية الضيعة وطير بالكلسون. يا سلام يا سلام. طبعا بنشكر الوادي، طبعا اخبطوا بالفاسف تحت دماغه، ده لسه مضيع هدفين مؤكدين. طبعا كل الشكر للأستاذ مفرح اللي وفر زي طقم جلاليب اسود للمصريين. وادي واحدة عفر، وادي واحدة يا ساتر، وجول جول الافارقة. وحركة مش ممكن يا جدعان، ونزل بالفخذ على التراب لكن ما اسعفوش الوقت. وهدف اول للافارقة زي ما حضراتكم شايفين. الزي الموحد من الاستاذ مفرح ومن مصنعه اللي النهارده بيوفر الجلاليب البيضاء للافارقه. وادي واحده بتشوح لي يالا. رمي التماس، ابو هدى بيلعب، ويا سلام على الاستلامه. يا عيني وابو هدى تيجوا ترشع دماغه. رمي التماس لفريق الحوتة. لحد الان ابداع ما بعده ابداع. وادي واحده انطح ينصر دينك خارج ارضيه الملعب ب3 مدماج طوب ابيض. وادي يا شغل الضفادع ده يالا، بتعمل ايه يالا؟ وادي واحده تانية، اسطر يا ستار يا مانع الاخطار. يا عيني الحاج عبد الحليم من ابو هدى نير. وادي واحده يا ساتر من شاوي مين وجنش من. يا عيني على الابداع، ويا عيني على التصدى. يا سلام ابداع حارس عالمي مش ممكن. جينات المانيه 100. وادي واحده يلوي اخبطوا رزعوا بيديك. كوبري 6 اكتوبر للنجم مؤمن. وادي واحده تانية وهدف جول. يا سلام مؤمن رونالدو عبد العظيم كريستيانو. يا سلام والعزبة كلها نزلت تحيي العالمي، واحتفالات ما بعدها احتفالات. يا عيني على العظمة. يا سلام ده بيبوس الجيب تقريبا حاطط فيه فلوس يا جدعان. يا عيني واحدة برستاو صاو. يا عيني على الاحتفالات. هتفضل ترجع حتى يا ابني هتوصل كوب حماده كده يا ابني. يا كفايه يالا يا دي يرزعوا في وشه بسر دماغه. وادي شد في الفخده اليمين للنجم الاوحد في اللقاء مؤمن كريستيانو عبد العظيم رونالدو. وادي عبد العظيم ولا ده مين؟ ده محمد صلاح نازل ببروة الاسعاف، ده نازل يلم ما تبقى من النجم مؤمن. سلامات يا نجم يا صاحب الهدف الوحيد. والعزبه كلها طلع يا جدعان. هو ايه وفرح
إصابة أولى في اللقاء، شد عضل في الفخذة الشمال. هل نشوف تغيير ولا هيكملوا اللقاء بفريقهم ناقص؟ وادي واحدة فرقع، كمان واحدة طبعا حسدنا حارس المرمى، يلوي زربح. وادي تغيير، نازل الحق شادي أبو منة بيلبس العباية المتينة. يا سلام يا سلام، هل ينزل يصنع الفارق؟ وطبعا كريم ابن اخته بيلبسه، تقريبا لسه ما خدش الورث فبيسيس خاله عشان ياخد الورث، وكمان عايز يشيله. وديني ما خد الورث، وديني مربط على الورث ومنزله علشان ينزل مكان مؤمن عبد العظيم كريستيانو. 3-1 للفريق الافريقي، نهاية اللقاء. ماشي يا نجم حبيبي، نورتنا يا حلامي. طبعا كل الشكر والتقدير لأهالي الحوتة على حسن الاستقبال وعلى صحة الصدر اللي شفناها منهم، وشكرا على الإبداع والعظمة بالتصوير من دابو العالمي. وزي ما حضراتكم شايفين جمال بالكاميرا السبايدر مان، واتفرج يا فنان. كل الشكر والتقدير للقائمين على الحفل، يعقوب ومحمد صلاح وأهالي قرية الحوتة على الاستقبال، وأهل الكرم في إيتاي البارود اللي دايما بتطلع إبداع، ومنتظرين منكم كثيرا من الإبداع. تقريبا إيتاي البارود بتعلي على بعضها في العظمة يا جدعان.